حكاية بصراحة. كوباية الا ربع من السمنة، عليهم كوباية وربع من السكر، ضربتهم كويس جدا لحد ما الخليط لونه فتح كده معايا. خليط السمنة والسكر شايفين كده تمام. حطيت كوباية الا ربع من عصير البرتقال، وحطيت ربع كوباية من اللبن. ضربتهم كويس جدا. طبعا كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. 3 بيضات حطيت عليهم فانيليا، وضربت البيض مع بقية الخليط لمدة 3-4 دقايق. كده الخليط اتضرب كويس جدا. عشان الكيكة تطلع معاكي كده عالية ومقلبظة لازم تنخلي الدقيق 2-3 مرات. جبت 2.5 كوباية من الدقيق، نخلتهم، وحطيت ذرة ملح صغيرة خالص، وحطيت بيكنج باودر الشيف. احلى نوع بصراحة بيكنج باودر الشيف ده حلو جدا. حطيت الباكو، وقلبت كل الكلام الجميل ده كده مع بعضه. وبعد كده بنزل بالخليط السائل. ما بننزلش بيه مرة واحدة، بننزل بيه على 3-4 مرات، ونقلب لحد ما الدقيق يختفي. وبعد كده ننزل بشوية كده من الخليط السائل لحد ما نخلص الكمية كلها. عشان الكيكة تطلع معاكي ناعمة وحلوة لازم تضربي الدقيق كويس جدا جدا مع الخليط السائل. لا تحطيه في الكبة تضربيه. لو الخلاط بتاعك كبير شوية ممكن تحطي الخليط كله في الخلاط وتضربيه، او تضربيه بالهاند بلندر. لو ما عندكيش ولا حاجة يبقى بالمضرب اليدوي تضربي كويس جدا لحد ما توصلي للشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين الخليط ناعم جدا كده. الكيكة تطلع معاكي ناجحة 100%. بجيب الصينية ببطنها انا بالزبدة، مش ببطنها بدقيق ولا سمنة، بدقيق وسمنة وكده. هي الزبدة بصراحة سحر، تخلي الصينية تطلع معاكي اللهم بارك تحفة. بعد كده هننزل بالخليط بتاع الكيكه. شايفين الخليط ناعم ازاي؟ لازم الخليط يبقى كده. لازم تضربي كويس جدا المكونات الخليط السائل مع الدقيق. تضربيه في الخلاط، تضربيه في الكبه، المهم بالمضرب اليدوي. المهم ان انت تضربيه كويس جدا لحد ما يوصل معاكي للدرجه اللي انت شايفاها كده. دي كده تطلع معاكي كيكه ناجحه 100%. ندخلها الفرن على درجه حراره 200، ولازم الفرن تكوني مشغلاه قبليها. بتقعد حوالي نص ساعه وتطلع معاكي تحفه. تفتحيش عليها الا لما تشمي ريحتها. دخلت الكيكه الفرن، وصينيه العجه طلعت معايا اللهم بارك. كانت ريحتها برضو خطيره. شايفين عامله ازاي؟ الخضره بتاعتها كتير، الخرطه طالعه بخرطتها جميله جدا. وبرضو تغيير بعدنا شويه عن اللحمه وعن الفراخ اللي اسعارهم بقت اللهم احفظنا يا رب يعني. بنقطعها، تعملي جنبيها سلطة قوطة، تعملي جنبيها سلطة بابا غنوج، سلطة طحينة، بطاطس مقلية، أي حاجة. وكمان مفيدة، فيها بيض، فيها بصل، فيها دقيق، برضو فيها عناصر غذائية مفيدة. قطعيها زي ما تحبي تقطعيها. شايفين الصينية ولا لازقة ولا أي حاجة؟ جميلة جدا جدا اللهم بارك. كانت طعمها حلو جدا، عجة مصرية أصيلة أصيلة. والكيكه كمان بعد نص ساعه طلعت جميله. انا بحب بصراحه اقلب الكيكه وبغطيها. لما بتغطيها بتقعد يعني لو قعدت عندك 2-3 تفضل طريه زي ما هي. قطعيها زي ما تحبيها بقى، حتت كبيره حتت صغيره براحتك. شايفين القاع بتاعها عامل ازاي؟ قطعه الزبده اللي احنا بنبطن بيها الصينيه بتطلع القاع بتاع الكيكه تحفه زي ما انت شايفه كده. جميلة جدا. وشايفين متختخة ازاي؟ علشان نخلنا الدقيق اكتر من مرة. وكمان الكيكة دي معمولة بحب عشان فيها جبر خواطر. ابن اختي لما قال لي انا جاي عملت له احلى حاجة، عملت له صينية كيكة وعملت له صينية كنافة. لازم نجبر بخاطر الناس اللي حوالينا عشان ربنا يجبر بخاطرنا. اتصلي بقى باخوكي، اتصلي باختك، واعملي لهم صينية كيكة زي صينية كيكة ام حمزة كده، وفرحيهم ودخلي على قلبهم كده السرور. قدمت جنبيها بقى شاي بلبن، اللي عايز شاي بلبن، اللي عايز حاجة ساقعة، كل واحد حسب مزاجه. واعملي كده ودن القطة وكلي بقى، كلي العجة المصرية الأصيلة. والكنافة طبعا مرضيتش اصورها معاكم عشان احنا عملناها كتير مع بعض في رمضان. وادي الكيكة الخطيرة بالبرتقال جميلة جدا جدا. وده كان الفيديو بتاعنا، الروتين بتاعنا. كنت كده اتحفزتي معايا. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.